صباح الفل، صباح الياسمين، صباح أحلى أخوات، أحلى متابعين، أحلى فانزات. ما يلا نصلي بينا على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. فيديو جديد ويوم جديد، فيديو كده مليان بالحب والتفاؤل والأمل، روتين سريع كده حلو أوي على الماشي. دي تكملة سلسلة الروتينات بتاعت الدولاب. يعني أنا بوريكم خلصت وبوريكم إيه. يعني خلصت الدولاب، يعني لسه بكمله. بس هي يعني إيه، أنا بوريكم إيه، خلصت الضرف خالص، يعني الجزء اللي أنا عملته. تمام. ومسكت بقى الأوضة وغيرت الفرش. وروتين سريع كده على الماشي، هيريح معاك النظام، هيريح معاك وقتك. وفيديو حلو مليان بالحب والتفاؤل والأمل. ما يلا نصلي بينا على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. لو مش مشتركة يا ستي كل في القناة اشتركي وفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد من أختكم أم أحمد وأنس. فيديو جديد ويوم جديد، فيديو كده كله خير وبركة. وكل سنة وانتم طيبين، وكل سنة وانتم متجمعين وسط ولادكم وأهلكم. وربنا يوفق ولادنا في الشهادة الإعدادية، وربنا يوفق ولادنا في كل الشهادات، ويطلعوا مقبولين الخاطر، عشان خاطر كل أم شقيان على عيالها وكل أب شقيان على عياله. غيرت الفرش، عملت الدولاب بقى كده، حسيت براحة نفسية. يعني بصوا، انا عملت رف واحد والله حسيت براحة نفسية. ليه؟ يعني كل يوم ما تعملي حاجة وتخشي بقى على استعدادات بقى رمضان، يخش عليك رمضان كده بالخير والبركة. كل سنة وانتم طيبين بمناسبة أول شعبان، إن شاء الله هيبتدي من بكرة. وربنا يقوي كل حد بيصوم في رجب وشعبان ورمضان، ربنا يقويكم ويقوي أمهاتنا اللي هم بيصوموا، ربنا يقويهم. تمام. خلاص انا عملت بقى الدولاب من فرحتي بصراحة، رحت مغيرة الفرش. ودخلت كده روتين سريع اوي كده على الأوضة، يعني حسيت بتغيير والله، حسيت براحة نفسية. حسيت الهم بيتشال من عليا، يعني كل يوم مثلا ماسكة حاجة في الأوضة هخرج منها إن شاء الله بإذن الله. تمام. يعني النهاردة الدولاب، النهاردة لمحت التسريحة، لمحت الكومودين وفضيت الكومودينات ورتبتها. هتحسي بقى ان انت غيرتي من نفسيتك شوية. الترويق بيريح يعني. بصوا بقى، دي قهوة، كل اللي على البوتاجاز ده قهوة فقط لا غير. ربنا يهدي ولادنا يخشوا يعملوا فنجان القهوة ما شاء الله. انا بقى ايه، اغسل بقى واتعب ويهدوا الحيل. ربنا يصلح حالهم ويهديهم، ربنا يبارك لنا فيهم، ربنا يرزق كل مشتاق بما يشتاق. ربنا ما يحرمش حد ابدا ابدا من الضنا في الايام المفترجه الكريمه دي الجميله. ربنا يرزق كل مشتاق بالذريه الصالحه. خلاص تمام. مسكت بقى البوتاجاز، خدت وهيطلع معايا على طول، بس هي نشفت. كانوا هم عاملينها الصبح وانا بصراحه ما كنتش فاضيه يعني اخش اعمله. وكانت الميه قطع عليا بصراحه، انا الميه بتقطع طول النهار، ما بتجيليش الا حوالي ايه، المغربيه. تمام. او انا بعمل بقى الروتين بتاعي اهو بعد المغرب اهو. مسكت بقى الفيديو ده كان من امبارح، المفروض انزله بس ما نزلتوش. خدت بقى البوتاجاز، لمينا بقى الميه اللي هي بالقهوه دي. خلاص، وهنديله دعكة تاني عشان يلمع معانا ويبقى زي الفل، ويرجع ايه، ريما لعادتها القديمة. ومفيش حاجة حصلت الحمد لله، قدر الله ما شاء فعل. على ولادنا وربنا يصلح حالهم. تمام يا ستي الكل. احنا بقى ايه، وقت امتحانات، وقت سلسلة بقى رمضان مع امتحانات. الله يعين كل حد على الضغط اللي احنا فيه ده، ضغط نفسي وعصبي وضغط كل خير ان شاء الله. تمام. يعني عايزين نتفرغ لولادنا بقى. قدرتي تقومي بدري تعملي روتينك، اهلا وسهلا. بتعملي بالليل برضو اهلا وسهلا. بس بصراحة انا بحب الحاجة البدرية منسية. على قد ما تقدري تقومي تعملي روتينك بدري، عشان في برضو ورانا مسؤولية ولادنا وامتحانات ومذاكرة، وننتبه للعيال. عشان هي دي أذان المغرب بأذن، الله أكبر الله أعظم عزته وجلاله. تمام. خلاص بقى يا ست الكل. احنا بقى النهارده الفيديو بتاعنا بيتكلم عن سلسلة الروتينات، وتوفري ازاي وتجيبي طلباتك ازاي قبل ما رمضان يخش عليكي. بصي تلاقي نفسيتك مرتاحة. ويعني بصي، يعني لو بتاخدي مصروف قليل جدا جدا من 5 جنيه والله وشلتيه على جنب، هتمشي معاكي والله. هتجيبي مثلا طماطم، هتجيبي كرنباية ب20 جنيه مثلا، تركنيها على جنب في الفريزر.
هتجيبي بصل، هتجيبي مكرونة، حتى لو نص كيلو او كيلو مكرونة يا ستي الكل، هتركنيه على جنب وتبصي تلاقي حاجات متوفرة معاكي رمضان. والله هتريحك وهتريحك في الوقت، عشان هو الوقت خلاص ما بقاش فيه. يعني مسافة ما انت بتصحي وتقومي تروقي شقتك وتعملي طلباتك، هتبصي تلاقي اذان المغرب جدا. يعني احنا عقبال ما بنقوم مثلا هتمشي عيالك على مدرسين، هتعملي طلبات، هتعملي شوية غسيل، هتعملي اي حاجة متوفرة معاكي في البيت، هتبصي تلاقي المغرب اتدنت عليك خلاص، مفيش وقت جدا جدا. وخلاص مفيش وقت ان انت تقومي تلفي محشي، تعملي محشي قبل الفطار، لا مش هينفع بقى الدلع اللي احنا كنا بنتدلعه في الايام العادية، مش هينفع نعمل كل ده في رمضان. يا تعملي المحشي قبلها بليلة، يا اما تعمليه من الصبح بدري، تطلعي الحاجة هتبقى عندك في الفريزر، مثلا عندك طماطم مسبكاها، عندك خضرة شايلاها، جايبة كرنباية مخزناها، مش هتوفر كل ده، هيوفر معاكي. تمام. مسكتي بقى البوتاجاز خليته زي الفل اهو، ولمعته حلو قوي قوي، ونشفته بقى بفوطه ناشفه نضيفه كده اهو، بلمعه معاكم، هو ما فيهوش اي حاجه والله، ولا عليه اي دهون ولا اي حاجه. تمام. هو كان كل اللي عليه شويه قهوه وخلاص، وباخد حواليا كده، بلمع حواليا كده، بصي والله تلاقي نفسيتك مرتاحه. هتقومي الصبح كده تغسلي وشك، تتوضي، تصلي لك ركعتين لله وركعتين شكر لربنا، ونقرب من ربنا كتير، ونقول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والله أمورك هتمشي، والبيبان اللي مقفولة في وشك ربنا هيفتحها عليك، وهيوسع عليكي من أوسع الأبواب. تمام يا ستي الكل. ونحمد ربنا كتير وتقربي من ربنا كتير، وأهم شيء الصلاة. الصلاة ده هو اللي بيريح نفسيتنا، هو اللي بيخلي دنيتنا دي حلوة، والدنيا ما تمشيش ولا تتعدل معاكي الا بالصلاة والرضا والحب والتفاؤل والامل. وخلينا في حالنا، يعني متكلمش على حد. بتصلي وتصومي، خليكي مع ربنا كده، مقربة من ربنا، ملناش دعوة بحد. كل حد بيتكلم على حد الله يسامحه والله يسهله. تمام. يعني بدل ما نقف نرغي مع حد، لا نشوف ورانا ايه، مسؤوليتنا ازاي ماشية، دنيتنا ماشية ازاي، ولادنا عايزين طلبات. خلصنا بقى البوتاجاز اهو يا جماعة، خلاص يا بنات، خلاص يا ست الكل، روتين بقى بيشجع حلو اوي اوي اهو. خلصنا المطبخ مشطباه ومقفلة عليه كده تمام. خلاص ونايمين بقى، مطبخنا بقى ايه زي الفل. خلاص تمام. فلة شمعة معاكم اهو. تمام. مسحت بقى البوتاجاز ولمعت الغسالة ولمعت وش المطبخ، والمواعين في الحوض مفيش الحمد لله. واهو يا بنات، اهو الروتين بتاعنا سهل وسريع وبيشجعك، ويا رب يعجبك. ولو وصلت لغاية هنا بقى، يا ريت نشاهد الفيديو من الاول للاخر، والله حتى كل لو 5 دقايق هيعجبك ويبسطك وتستفادي منه معلومة بسيطة. متنسينيش بقى بكومنت حلو كده زيك عسل، ولايك واشتراك، وتنوريني في القناة. ادي المطبخ بتاعنا اهو، والبوتاجاز زي الفل. تمام. اه مفيش اي حاجه فيه، مفيهوش اي تعب ليه، عشان انت ايديكي فيه باستمرار، وبتعملي حاجتك على طول اول باول، هترتبي هنا وهنا. ودخلنا عملنا غدا سريع. كنت ايه متبله فراخ، وكنت عامله صينيه بطاطس بفراخ، وعامله شويه رز. وتعالوا اتفضلوا معانا بقى بألف هنا وشفا على عيونكم وعلى قلوبكم. الفيديو ده من امبارح، بس انا بصراحه ما كانش عندي نت امبارح اللي انا انزله. الحمد لله النت جه النهارده، شحناه النهارده اهو، الحمد لله. و... وسجلته لكم اهو ومنتجته. خلاص. وهنشوي بقى الفراخ، يعني انا نص الفراخ عملتها في البطاطس ونصها مشوي، كل واحد ورغبته وطلبه حسب ما عيلك انت عودتيه واقلمتيه وبياكل. حاجات بسيطة، شويت الكبدة والقوانص بتاعت الفرخة والجناحة، واخدت حتتين كده من الفراخ اللي هي من صدر الفرخة، الحتت الطرية اللي تحت، عشان هي ما بتتشوي بتبقى طرية، بتتشوي على طول ما بتاخدش معانا وقت اهو يا بنات. خلصتها اهو. خلاص قولوا لي ايه رأيكم بقى، وان شاء الله انزل لكم تتبيلة الفراخ، ويا رب يكون الفيديو عجبكم النهارده بقى وبسطكم. وشكرا قوي قوي لحسن استماعكم، وغرفت اهو. تعالوا بقى اتفضلوا معانا بألف هنا وشفا على عيونكم وعلى قلوبكم اهو يا بنات. كان الولاد جم من الشغل بقى وبغرف لهم، تعالوا بقى اتفضلوا معانا
وشكرا أوي لحسن استماعكم ليا ومتابعتكم ليا، وما تحرمش منكم ولا من كومنتاتكم الجميلة. يا رب يكون الفيديو عجبكم، ولو عجبكم قولولنا بقى ايه عايزين نكمل سلسلة ايه مع بعض، عايزين فيديوهات عن ايه، عايزين نتكلم عن ايه مع بعضينا. اكتبولي في الكومنتات وان شاء الله بإذن الله نكمل مع بعض ونسجل لكم فيديوهات مع بعضينا. وان شاء الله باذن الله هفتح لكم لايف برضو باذن الله، لو عرفت النهارده هنزل، بس ان شاء الله استنظروني في لايف باذن الله. وشكرا أوي لحسن متابعتكم لي، ومع السلامه.